ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو شاتو بالكريم كراميل بطريقه سهله جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض جاتو شاتو بالكريم كراميل. هنعمله بطريقه سهله جدا. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وكيس كريم كراميل جاهز. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هجيب بولة وهنزل فيها الدقيق، كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح، وعليهم كيس البيكنج باودر، وهقلبهم كويس وهخليهم على جنب. هجيب شفشق الخلاط وهنزل فيه بكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية الا ربع زيت وكيس الكريم كراميل من غير الكراميل، وكيس فانيليا. هضرب المكونات كويس جدا في الخلاط. ضربت المكونات كويس جدا في الخلاط، بقى معايا خليط كريمي. هاخد منه كوبايه بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها المقادير. بسم الله. شايفين القوام؟ تمام كده. هشيل الكوبايه في التلاجة. باقي الخليط اللي في الخلاط هنزل عليه بيضتين بدرجه حراره المطبخ وكيس فانيليا، وهضربهم كويس جدا. خلاص ضربت المكونات في الخلاط كويس جدا. هنزل بيها على المكونات الجافه. هنزل بالخليط على كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح وكيس بيكنج باودر. بسم الله. وهخلطهم كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما المكونات تمتزج والدقيق يختفي تماما. خلاص خلطت المكونات كويس جدا لحد ما الدقيق اختفى تماما، وبقى معايا القوام زي ما انتم شايفين، ولا خفيف ولا تقيل. هنزل الخليط في صينيه مقاس 24. بسم الله. ممكن تنزله في قالب مستطيل. انا دهنه الصينيه كويس جدا بالزيت. خلاص تمام كده. ههز الصينيه او ههبدها هبدتين عشان اخرج الهواء منها. هدخل الكيكه الفرن سخن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص لمده 45 دقيقه. اول ما تستوى هطلعها وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الكيكه بعد ما طلعت من الفرن قعدت في الفرن 45 دقيقه على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. اختبرتها بخله الاسنان والخله طلعت نضيفه. دلوقتي انا قلبتها وهخرمها بعصايه الشيش طاووق وهسقيها بحليب. ممكن تسقوها ميه بسكر، شربات تخففوه، 7 اب اللي متوفر عندكم. اللبن ساقع مطلعاه من التلاجة. خلاص سقيت الكيكه باللبن وشربت اللبن كله. دلوقتي معايا كوبايه الصوص اللي انا كنت شايلاها في التلاجة، هنزل بيها على الكيكه. بسم الله. وهساوي الصوص على الكيكه بالمنظر ده.
خلاص سويت الصوص على الكراميل. دلوقتي معايا كيس الكراميل، هعمل بيه خطوط على الكيكة. بسم الله. خلاص نزلت بصوص الكراميل وعملت خطوط زي ما انتوا شايفين. معايا عصاية الشيش طاووق، هعمل بيها اشكال كده رايح جاي. شايفين الجمال. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الجاتو شاتو بالكراميل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.